بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى قلت هعمل بقى معاكم كشري الحلة الواحدة. طبعا هي ناس كتيرة جدا عملوه وطريقته سهلة جدا وبسيطة، بس يعني كل واحد فينا بيبقى ليه كده فكرة بسيطة آه، تكاد يعني تختلف عن التاني يعني إلى حد ما، إنما في النهاية هو كده كده كله مقلوب أصلا في حلة واحدة يعني. زي ما انتوا شايفين هنا جبت حلة حطيت فيها شوية زيت. طبعا أنا يعني زودت الزيت شوية علشان انا هاخد منه للصلصة ان شاء الله لما اجي اعملها. وهنا بقى انا مجهزة كده كل حاجة حواليا هنا وانا واقفة. هاخد بقى منهم طبعا على حسب الاحتياجات بقى بتاعتي وهنشوف مع بعض. هنا طبعا عندي اول حاجة البصل. انا هنا كنت مخرطاه حلقات صغيرة. طبعا براحتك، عايزه بقى تعمليه حتت اصغر من كده براحتك، بس انا هنا علشان خاطر انا هحمره يعني وهاخد منه حبه كده على جنب، فانا حابه البصل يكون باين، فانا مش هقطعه يعني اقل من كده. انا هنا مقطعاه يعني تقريبا البصلايه كده مديها 4/4، وبعد كده بقى ايه قطعتها بقى حلقات صغيره. طبعا زي ما انتوا شايفين هو مفهوش اي افكار جديده، احنا بس هنبدا الاول ان احنا نحمر البصلة ولحد ما تاخد طبعا لون محمر. هنا بقى لازم علشان البصل طبعا معاكي يطلع ناشف، ممكن يا اما تلفي البصل بحبة دقيق، يا اما تحطي شوية ملح صغيرين وانتي بتحمريه. فانا هنا هحط هنا حبة ملح كده بساط كده وانا بحمره. وطبعا لو انتي لفتيه بدقيق برضو هيبقى محمر برضو معاكي، بحيث ان هو برضو ما يشربش زيت كتير. طبعا انا غاسله الرز وانا حاطه هنا على الرز عندي حاطه عليه عدس اصفر، يعني انا هنا هعمله هنا برضو واحط هنا عدس اصفر على الرز. طبعا مع العدس ابو جبه اهو، برضو انا غسلاه هنا برضو نقعاه شويه، ومقطعه المكرونه الاسباجيتي على جنب مش مكتره. انا كان عندي حوالي نص كيس كده مكرونه اسباجيتي، وجبت عليه كيس مكرونه حوا مكرونه صغيره كده. طبعا انتوا عارفين انا مدمنه مكرونه الملكه، بس للاسف انا ما لقيتش منها النهارده يعني، فقلت الموجود يسد بقى. وطبعا جايبه هنا طبق تاني هنا اهو حاطه فيه الملح وحبه بهارات وحبه كمون، مش هنحتاج اكتر من كده. هنبدا بقى طبعا نحمر بقى في البصله بقى. هنا اهم حاجه ايديكي تبقى فيه. افضل هنا بقى اقلب بقى كده فيها، اهم حاجه ما تسيبيهاش علشان ممكن حتت تاخد لون وحتت التانية ما تاخدش لون. فهفضل هنا بقى اقلب فيها عشان كلهم في النهايه يدونا نفس الايه، نفس اللون. طبعا في لو انت حابه تسلقي المكرونه لوحدها، انت ممكن على فكره تعملي نفس الخطوات دي بس تعمليها من غير مكرونه. يعني مثلا تعملي البصل نفس الخطوات اللي احنا عاملينها دي بالظبط، وتحطي العدس والشعريه وكل حاجه، وتيجي في الاخر خالص بقى تكوني سالقه المكرونه لوحدها بره. يعني تعملي نفس الطريقه دي بس تعمليها بالرز بس. ده لو انتي من النوع اللي ممكن ايه المكرونه تعجن معاه او مش هتعرفي تظبطي مقدار الميه، ممكن تسلقي المكرونه لوحدها وتعملي كل الخطوات دي من غير ما تضيفي المكرونه بس بصراحه هي فكره كشري الحله الواحده ده ان هو بصراحه مسهل علينا كتير قوي، ويعني وما بياخدش بصراحه مواعين كتير. يعني انا النهارده اصلا يعني ايه كده كده كنت مقرره من الصبح نعمل كشري، بس شلت هم بصراحه المواعين وكده، قلت اجرب بقى ايه. انا كده كده عملته اصلا اكتر من مره يعني، قلت لا انا اجرب واحطه بقى كله كده مع بعض في حله واحده واريح دماغي يعني. وبصراحه بيبقى طعمه جميل جدا وكله بياخد من طعم بعضه. وبصراحه يعني فكره جميله جدا يعني للي اول واحد جربها طبعا ونزلها يعني. هخلص هنا بقى البصله بقى هنا معاكم لحد ما تاخد لون، وبعد كده ارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. هنا بقى رجعت لكم تاني، كان خلاص هنا بقى معايا البصله هنا بدات انها خلاص احمرت كده، مش بدات هي بقت خلاص احمرت بالفعل يعني. معلش ما تاخدوش على كلامي بقى قدام الكاميرا عشان ببقى متوتره، ما بعرفش اعمل 100 حاجه في وقت واحد يعني. فهنا بقى انا خلاص كده بقى هشيل بقى البصله
منها بقى كده حلو قوي كده اللون ده. مش هسيبها اكتر من كده علشان ما تمررش. هوطي بقى عليها البوتاجاز خالص، وهشيل بقى كل البصل ده، ونرجع بقى تاني مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بقى انا اهو حاولت ان انا يعني ايه اشيل على قد ما اقدر. وده هو شكل البصل هنا كله في الاخر. طبعا حطيت له بقى شويه ملح، وهنزل بقى بالشعريه بقى مع. هنا بقى هجيب بقى حبه كده بقى من الشعريه، وهبدا بقى ان انا ايه، طبعا انا مش هكتر. وطبعا الزيت هنا معانا سخن طبعا. اعلي بس البوتاجاز عشان كنت موطيه. وهبدا بقى ان انا ايه احمر بقى حبه الشعريه. عايزه بقى اقول لكم على مفاجاه جامده جدا، ان انا نسيت اشيل الزيت للصلصه. يعني انا كده عملت على كل كميه اصلا الزيت اللي موجوده معايا. انا بقول لكم طول ما انا شغاله اساسا ببقى مش ما بعرفش اتكلم واعمل في نفس الوقت. وبيبقى طبعا يعني الواحد ذهنه ايه، يعني بيبقى شغال. بس عادي بقى مش مشكله. يعني هبقى احاول اصفي كده لما اخلص، اخد حبه بالمعلقه. ولو ما عرفتش خلاص تمام. هو كده كده كميه الزيت دي برده هتخليه برده يفرفر معانا يعني. عايزه اقول لكم الحمد لله عرفت اهو اصفي شويه زيت من على جنب كده للصلصه. وكده كده ما شاء الله منه كان كتير، فقدرت ان انا اصفي منه حبه بقى كده للصلصه ان شاء الله. اهم حاجه ايه يعني، خليكم صحصحين كده، ما تبقوش زيي. واحد بقى خارج من امتحانات بقى بصراحه ومهيسه، ما فيش عندي تركيز خالص يعني. هنا بقى هنحمر الشعريه كده لحد ما تاخد لون كده وردي جميل معانا. طبعا الحتت اللي هي المحمره اللي باقيه دي بتاعه البصل دي، انا طبعا ما عرفتش ان انا اصفيها لان الزيت كان سخن جدا. على قد ما اقدر يعني حاولت ان انا ايه اطلعها وكده يعني بالمعلقه. حابه انت بقى تصبري لما الزيت يبرد وتصفيه بمصفى برده مفيش اي مشكله. بس هي كده كده يعني ان شاء الله ايه، هي مش كتيره يعني بسيطه اهو كده. الشعريه بقى كده خلاص قربت بقى هي كده معانا. اديها بس كده تقليبه واحده بسيطه، وبعد كده هنزل بقى بالعدس. طب احنا ليه هننزل بالعدس الاول؟ طبعا انا هنزل بالعدس الاول عشان العدس بياخد سوا. وعايزه برضو اقول لكم على حاجه، معلش بقى الزيت كان بيجي على الموبايل عشان كده فصلت شويه. طبعا العدس زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انت تكوني نقعاه، علشان العدس اصلا بياخد سوا. المكرونه والرز بيستووا قبل العدس بكتير يعني. فانت بقى علشان تتغاضي الحته دي وما تاكلوش ني كده ويكون يقرش معاكي في البق، يعني على الاقل ساعه نقعيه، مثلا ساعه اضعف الايمان يعني. انا كده هقلبه كده تقليبه بسيطه. وطبعا علشان الشعريه ما تغمقش معايا اكتر من كده هنزل بقى بالرز. طبعا زي ما قلت لكم انا حاطه هنا في الرز هنا عندي حاطه عدس اصفر. طبعا دي حاجه اختياريه، بس انا بحب الكشري دايما يكون يعني في عدس اصفر على عدس الجبن، وبالذات لما يكون كشري كده حله واحده يعني. وعلى فكره برضو انا لما باجي اعمل الكشري برضو في العموم انا بعمل الرز بالعدس، بعمله بالعدس والشعريه. فبحب برضو ايه احط برضو العدس الاصفر برضو، بصراحه بيديله طعم ونكهه حلوه قوي يعني. هنا بقى هفضل بقى اقلبهم بقى كده شويه لحد بقى ما يتشوحوا مع ايه مع بعضهم كده. وهنزل بقى بالمكرونه. وطبعا في ناس بتحب ان هي تحمر المكرونه في الكشري عادي جدا. ممكن تحمريها طبعا مع قبل الشعريه في الاول، او تكوني محمره الشعريه في طبق تاني لوحدها برضو زي ما تحبي يعني، على حسب رغبتك. انما بقى اللي ما بيحبوش الكشري بمكرونه محمره كده زي حالاتي، هنحط المكرونه في الاخر. وهقولك برضو على حاجه، كشري برضو الحله الواحده ده المكرونه بالذات بيبقى فيها نشا، واحنا بطبيعتنا لما بنعمل الكشري لازم نصفي المكرونه. فعلشان تتغاضي الحته دي برضو وما يعجنش معاكي، هاتي نوع مكرونه يكون كويس يعني، بلاش مكرونه سايبه. هاتي نوع مكرونه يكون نضيف. طبعا احلى انواع في السوق طبعا الملكه وحوا برضو يعني، فدي يعتبر انواع كويسه برضو.
في طبعا انواع كتير طبعا، اغلى منهم هما الاتنين وكويسه جدا. فكل ما جبتي نوع مكرونه يكون كويس مفهوش نشا كتير، كل ما هو هيبقى مفلفل معاكي ومش هتلاقي في الاخر في كميه نشا كتيره. انما بقى لو مش هتعرفي تظبطيها، او انت حاسه ان انت مش من الناس اللي بيحبوا المكرونه في قلب الكشري كده يستووا مع بعض وتبقى معجنه، اعملي نفس الخطوات اللي انا عاملاها دي. يعني وصلي كده لحد المرحله دي بس، واسلقي المكرونه لوحدها كده، برضو هيبقى زيه زي كشري الحله لوحده، ومش هتبقي برضو الى حد ما يعني ايه فرقت كتير يعني طبعا المواعين هتبقى زي الحله بس مش مشكله يعني، انتوا قدها وقدود ان شاء الله يعني، وشاطرين في غسيل المواعين يعني، كلنا مش فالحين وبالذات في الشتاء يعني ما شاء الله الا بغسيل المواعين كل شويه. هنزل بقى هنا بكيس المكرونه، طبعا هنزل بالمكرونه اللي هي الصغيره هنا، مش هنزل بالمكرونه الاسباجيتي دلوقتي. الاسباجيتي دي اخر حاجه انا هنزل بيها، واحاول بقى طبعا ان انا اقلبهم مع بعض شويه. طبعا التقليبه شويه هتفرق، ان انا عايزه المكرونه تسخن قوي، يعني كل ما هنشوحها اكتر كل ما الى حد ما نقلل من النشا بتاعها يعني. وخدي بالك الرز برضو في العموم لما بتشوحيه اكتر يعني بيديكي طعم احلى وبيبقى مفلفل اكتر. فالحاجات دي ما تستعجليش عليها وتحطي عليها الميه على طول. حاولي ان انت تشوحي فيها كده حبه حلوين كده لحد كده ما تحسي انها خدت لون جميل كده، سواء كان رز عادي او مكرونه يعني، هتشوحيها بالمنظر ده. طبعا النهارده بقى ايه قلت اتكلم وانا بعمل لكم، عندي جو من الهدوء يعني الى حد ما، وبصراحه الفيديوهات اللي بقيت اصورها من غير ما اسجل صوتها في نفس الوقت بصراحه بنسى اسجل الصوت. يعني انا عامله فيديو بقالي اسبوع من قبل ما الفيديو الاخير اللي انا نزلته ده وهو موجود عندي، ومع ذلك مكسله اسجله. ايه ده، ثواني بقى هنا هنزل بقى هنا بالملح والتوابل. بس انا هنا حاسه ان كميه الملح اللي انا حطاها في الطبق كبيره شويه، فهشيل منها عشان ما يبقاش طبعا ايه حادق. هنزل بقى هنا بشويه بقى الملح والبهارات. ايه ده راحت فين؟ مش عارفه امسك الملعقه. وملح وبهارات زي ما قلت لكم، وحبه كمون. والكمون ده بقى اهم وصفه اصلا في الكشري ده، لما بتحطيه بقى على الرز كده والعدس والحاجات دي كلها هيديكي في الاخر طعم حلو ونكهه حلوه قوي بصراحه. وانا عموما من الناس اللي بتعشق اصلا الكمون في الاكل بصراحه. هقلب بقى فيها تاني برضو كده لحد برضو ايه بديها برضو لون حلو كده. وبعد كده هحط بقى في الاخر عندي المكرونه اللي هي الاسباجيتي دي اخر حاجه. شوحته اهو ما شاء الله، تحسوا خد بقى ايه لون جميل بقى كده كله في قلب بعضه. هنزل بقى بالمكرونه الاسباجيتي. يعني طبعا انا مش مكتره، انا قلت لكم انا كان عندي نص كيس مكرونه، وهبدا بقى ان انا اوزعها بقى على وشه بقى كده بالراحه خالص. طبعا بتكسريها حتت صغيره، يعني ده نص كيس انا مكسراه على 3 اجزاء يعني. بعد كده بقى هنزل بالميه بالراحه بقى كده خالص. طبعا يفضل ان الميه تبقى سخنه، بس انا ايه مش هنزل يعني بميه كتيره برضو، هحط حبه صغيره. اللي عندي طبعا ما كنتش في ميه سخنه كتيره، فهزود بقى حبه ميه باردين وخلاص بقى كده، وهسيبه بقى واغطي عليه. هنا بقى انا زودت اهو يعني كميه مناسبه كده من الميه، طبعا مش هكتر عن كده عشان ما يعجنش. هيغلي كده غلوتين، وتحاولي ان انت بالراحه عشان ما تحركيش المكرونه، تيجي من جنب المكرونه كده وتحاولي انت تخلي الميه تنزل لتحت. بس هسيبه بقى كده لما يستوي ويبدا بقى ان هو يتشرب الميه بتاعته. هنهدي عليه البوتاجاز خالص، وهوريكم بقى ان شاء الله شكله بعد ما يستوي. خلاص اهو كان بدا بقى ان هو ايه يتشرب بقى يعني بالفعل. هنبدا بقى هنا ان احنا نقلبه، لان طبعا معلش الفيديو بقى معلش بيفصل كل شويه كده من البخار. هنا بقى اهو بدات بقى معلش الفيديو كان كل شويه يفصل قدام.
هنا بقى قلبناه، وهدي بقى عليه بقى البوتاجاز بقى خالص لحد بقى ما يستوي. في الاخر بقى نعمل بقى مع بعض الصلصه والدقه، ونرجع بقى تاني لما يكون الاكل كله خلص باذن الله. هنا بقى جبت هنا بقى حله فاضيه، هحط بقى فيها حبه الزيت اللي انا شلتهم من الشعريه يعني، والبصل اللي احنا كنا عاملينه شعريه. عشان انا صفيت من الشعريه حبه. هنا بقى الزيت اهو، هسيب بقى الزيت يسخن شويه لان كنت مصفيه من شويه. وبعد كده هنا بقى كان عندي كيس صلصه بشرت عليه قطايه مبشوره، وهبدا بقى ان انا انزل بقى بالصلصه بقى هي كلها هنا بقى هنزل بقى بحبه ملح وحبه كمون وحبه بهارات، بس مش هحط حاجه اكتر من كده. حابه تحطي فلفل اسود براحتك، بس انا يعني شايفه ان الكشري يعني الراعي الرسمي ليه هو الكمون بصراحه يعني. بس هنا بقى هسيبهم بقى ايه تتسبك بقى، وهنعمل بقى الدقه مع بعض. هنا بقى خلاص كان الرز كده خلاص بقى، التليفون بيفصل ليه كل شويه. بس هنا بقى بصوا خلاص يعني، بصوا كده بقى مفرفر ازاي ومفلفل، الحمد لله ما طلعش معجن ولا اي حاجه. وكده هو استوى كده خلاص. هعمل بقى الدقه بقى معاكم، ونغرف بقى الاكل كله ونشوفه مع بعض باذن الله. هنا بقى هنعمل بقى الدقه مع بعض. طبعا انا ليا طريقه في الدقه، انا يعني بعملها باكتر من طريقه. ممكن اعمل مثلا قولوا معايا اللي هي شطه الزيت لوحدها، وساعات كده بحب يسقط كده في دماغي ان انا يعني اعمل الخل والدقه الاتنين مع بعض. فهنا بقى النهارده يعني حبيت ان انا بقى اعملهم في طبق واحد كده مع بعض. طبعا هنا جبت فصين ثوم حمرتهم يعني، او مش هحمرهم، هديهم اللي هي ايه يعني زي تقليبتين كده، بحيث ان الثوم كده يطلع الريحه بتاعته. طبعا دي بتبقى سهله جدا برضو، احنا كده كده بنحب الخل والشطه مع بعض يعني، بنحط من ده ومن ده. فانا ساعات بقى بعمل ايه، بعملهم ميكس كده الاتنين مع بعض في طبق واحد. بجيب الثوم زي ما انتم شايفين بحمره كده، ومش شرط احمره كمان يعني، بنديله كده تشويحه بسيطه. وبعد كده ببقى معايا قطايه وقرن فلفل حراقين، هنزل بقى بيهم وهقلبهم بقى كده مع بعض ان هما يتبالوا بس مش هنا برضو هنزل بقى ايه بمعلقه شطه حلوه كده، وزي برضو ما تحبي، حابه تقللي تكتري دي بتاعتك انت يعني. وبقلبهم بقى ايه كلهم بقى كده مع بعض على النار. طبعا عايزه اقول لكم الطبق ده دمار يعني، ده بيبقى بالنسبه لي دمار بصراحه. قرن الحامي اللي انا حطاه ده على حبه الشطه بصراحه بيبقى تحفه. وتشوحي بقى كده الشطه، بس طبعا ما تشوحيش الشطه اكتر من كده، علشان لو شوحتيها اكتر من كده هتتحرق. هنزل بقى بحبه ايه خل صغيرين بس كده. بس كده بقى دي كده تعتبر شطه وخل في نفس الوقت. حابه تزوديها شويه ميه براحتك مفيش مشكله يعني، انا هزودها حبه ميه صغيرين عشان مش عايزه الخل يعني يبقى ايه، يبقى هو بس اللي فيها ويبقى الطعم جازع شويه. بس بصراحه دي برضو سهله جدا، لو انت حابه تجربيها جربيها على فكره هتعجبك جدا، وخصوصا للناس اللي هم عشاق الخل مع الشطه. بصراحه دي اسهل حاجه تعمليها في طبق واحد وبتبقى لذيذه جدا يعني. هخلص بقى كده الاكل بقى كله يستوي، وهبدا بقى ان انا اجرفه واوريه لكم ان شاء الله. وهنا بقى ده الشكل النهائي بقى للكشري بتاعنا. هنا بقى طبعا انا كان عندي حمص، الحمص ده كنت حاطاه في الفريزر كان مسلوق، طلعته بس كده سخنته، وبعد كده بقى رصيته اهو معاكم. ودي الدقه بقى اللي احنا عملناها معاكم اهي، اللي هي الخل على الشطه. واتمنى بقى ان وصفه النهارده تعجبكم، واتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.